تخيل تروح الشغل وانت عندك 41 سنة وتجري اكتر من الشباب اللي عندهم 20 سنة. ده اللي بيعمله كريستيانو رونالدو كل اسبوع. النهاردة هقولك على 4 اسرار لو عملت واحد منهم بس هيغير حياتك كلها. السر رقم 3 هيصدمك. في 2026 رونالدو لسه بيسجل ولسه بينط ولسه بيجيب هدف. بص على الاحصائيات دي: 12 كيلو جري في الماتش، 18% دهون في الجسم، نبضه 50 نبضة في الدقيقة. طب بذمتك ده جسم واحد عنده 41 سنة؟ مستحيل. تعالى بقى عشان نفك اللغز. السر الأول: جسمه مصنع. رونالدو معتبر جسمه مشروع استثمار. بينام 5 مرات في اليوم، 8 ساعات بالليل زائد قيلولة. دايما بيقول إن قلة النوم بتسرق من عمرك الكروي. تاني حاجة الأكل. منظم وقته وأكله لدرجة إن هو بياكل 6 وجبات في اليوم، فراخ وسمك وخضار بس، وممنوع سكر ولا بيبسي، وبيشرب 4 لتر مية في اليوم. عنده 3 أوض تلج وأوضتين ساونا في البيت، وبعد كل تمرينة لازم يعمل استشفاء لجسمه. هو مش بيتمرن أكتر منك، لكن هو بيريح أكتر منك. السر التاني: التدريب كالمجانين. الناس فاكرة إن هو بيتمرن كورة بس. الصبح بيتمرن جيم، حديد، ظهر، بطن، كورة، سرعات، وبالليل سباحة ويوجا. بيتمرن 5 ساعات بس متقطعين. واخطر حاجة انه بيصور نفسه في كل تمرينة وبيقارن جريه النهاردة بجريه من شهر. لو اقل من 1% بيزود عقليته، ولو وقفت يوم غيرك هيعديك بيوم. السر التالت: المخ والعقلية، وده اللي انا قلت لك عليه مهم. اسمع دي: رونالدو قال في انترفيو: انا مش بلعب عشان الفلوس، بلعب عشان اثبت لنفسي اني اقدر. بيخاف من يوم الاعتزال فبيأجله كل يوم بتمرينه، وبيتفرج على ماتشاته القديمة وبيشوف أخطائه وعلى ماتشات المنافسين ويحفظ تحركاتهم جوه الملعب. الموهبة اديته 20 سنة جوه الملعب، انضباطه هيجيب له 25 سنة كمان. السر الرابع: العيلة والدافع. ناس كتيرة بتنسى دي. عنده 5 أولاد وأم وأخوات ومراته، ودايما بيقول في نفسه أنا القدوة بتاعتهم، ومش عايزهم يشوفوه بيتعب. وكمان جورجينا هي اللي ظبطت له الأكل والنوم والبيت. النجاح مش لوحده، محتاج نظام دايما يكون حواليك. تفتكر رونالدو لو فضل مستمر كده هيكمل لحد سن كام؟ الدكاترة لما كشفوا عليه وعملوا له فحوصات قالوا له إن جسمك الداخلي جسم شاب عنده 28 سنة. هو حاطط هدف يوصل لسن 45 سنة وهو بيلعب، وكمان هو عايز يلحق كأس العالم 2030. أنا شايف إن هو يقدر، عشان هو مش بيكسب ولا بيلعب بجسمه، هو بيكسب ويلعب بعقله. انت ايه رأيك؟ هيوصل 45 سنة ويكمل ولا لا؟ الخلاصة: رونالدو علمنا ان مفيش سن يوقفك، بس في عقل ممكن يوقفك. لو استفدت من القصة دي اعمل لايك واعمل سبسكرايب عشان تتابع كل القصص الجديدة. كل اسبوع هحكي لك قصة لعيب غير قواعد اللعبة. اكتبولي في الكومنتات ايه السر اللي عجبك من ال4 اسرار وناوي ان انت تطبقه في حياتك. اشوفكم الاسبوع الجاي بقصة جديدة.